كنيسة ماري جرجس بكوس في اسكندرية. هذا الاخ بتاع بكوس بتاع اسكندرية بيقول كان اسمه مخيمر. الاخ ده مخيمر حنا عبد الشهيد، ان الاخ ده اتجوز الاخ مخيمر ده وقعد 27 سنة من غير خلف. ففي يوم البابا كرولوس راح لقيت العنب دي، فهو مخيمر وطى على سيدنا كده قال له يا سيدنا صلي لي ربنا يديني، انا متجوز هي 25 سنة وماشي في 26 وما عنديش ولاد. قال له هيدي لك يا ابني، الحضانة بتاعته مليانة عيال كتير قوي، هيدي لك يا ابني. يقول بعدها بكام شهر مراته حملت، فوهي حامل خدها وراح دير مريمين يقابل البابا كيرلس. قال له يا سيدنا اتحققت صلواتك، ادينا حاجة بقى يا سيدنا عشان نحطها على النونو، قونا صليب. قال له لا يا ابني مش مهم يا ابني، انت يا ابني من اسكندرية؟ قال ايوه. وازاي يا ابونا بتاع ابونا ابن قسطنطين؟ قال له الحمد لله يا سيدنا ببركة صلاتك. يا سيدنا مراتي هتولد على وشك الولادة. طيب يا ابني يا بتاع اسكندرية يا ابني يا مية مالحة يا ابني. يا سيدنا مراتي هتولد، وانا مالي يا ابني مراتك ما تولد. وكل ما يجي يقول له يا سيدنا مراتي هتولد البابا كرولوس يقفل عليه. جت ساعة الولادة مراته تعبت وولدت الجنين نزل ميت. يقول يعني يا ربي بعد 26 سنة 26 سنة ويوم ما تولد ينزل ميت. المهم يعني راح للبابا كرولوس قال له يا سيدنا شايف اللي اتنبأت لنا بيه مات، فاحنا يا سيدنا 26 سنة يا سيدنا. قال له خلاص يا ابني خلاص يا ابني. قال له خلاص يا سيدنا. قال له كفاية. سكت. قال له كفاية يا ابني. الراجل وقف ساكت. ايه كفاية دي؟ انت مش عايز تقول كفاية؟ قال له كفاية. قال له هيدي لك يا ابني لغاية ما تقول ايه كفاية. رجع من عند سيدنا مراته حملت جابت مينا، بعدها بسنة جابت له جرجس، بعدها بسنة جابت له افتكر مش عارف حنة ولا ايه، بعدها بسنة راح له قال له يا سيدنا، قال له الحنفية فتحت على اخر يا سيدنا عاوزين نقفل الحنفية. قال له قول كفاية يا ابني. قال له كفاية. قال له خلاص يا ابني مش هتجيب تاني. فضل يقول له لغاية ما تقول ايه كفاية. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. استاذ جامعي دلوقتي في جامعة اسكندرية في كلية هندسة، ربنا يحافظ عليه، اسمه الدكتور مينا بديع. عقبال ما تفرحوا باولادكم. دكتور مينا بديع كان صغير والبابا كرولوس راح يصلي صلاة عشية في كنيسة من كنائس اسكندرية. هو طبعا كان شماس، والبابا كرولوس كان يحب القبطي قوي، كان يصلي قداساته كلها قبطي. فبيصلي البابا يعني الاواشي او الطلبات، فجاء عند اوشية الزروع والعشب، فكان مينا صغير ومش حافظها، لكن حافظ ايه اول كلمتين ثلاثة. المعلم عارف ان هو مش حافظ يعني، فيعني الشماس مينا قال ايه اقول اول كلمتين والمعلم يلحقني بكرياليسون والعملية ايه تعدي. فالبابا كرولوس أريك تقصف شيتي من نسي من النروت انتو خطاير بصد وعمنا مينا ده الطوف. المعلم كيريا وراح البابا كرولوس بص لورا قال له طبعا ما هو مش حافظ يا اخويا، ما هو مش حافظ. ما انت بتغطي، انت مش بتغطي عليه هو، انت بتغطي على نفسك. لكن لما يتكسف وانه مش حافظ نقول يا معلم حافظ، تبقى جت على دماغ مين؟ على دماغ المعلم. قول من تاني يا ابني. الواد ما عرفش يقول. قال له جالك كلام يا معلم؟ حفظ الواد يا معلم. قال له طب ما ناس كتير بتاكل المردات، اشمعنى يعني ومع البابا كرولوس اشمعنى جت عند مينا ده ووقفت؟
انا ما اعرفش، لكن صدق ولا بد ان تصدق. شاب صغير صعيدي حلو كده جاي مع والده في زيارة للقاهرة، لكن اخينا الشاب ده حاطط في دماغه انه يروح الدير، فقال ازور البابا كيرلس يا رب يظهر لي علامة. البابا كيرلس موافق على رهبنتي ولا مش موافق؟ دخلوا عند البابا كيرلس، البابا كيرلس حط الصليب على راس الراجل اللي هو ابو اخينا ده، وجاء عند صاحبنا ده راح مسك شعرياته كده من قدام وشدهم له، قال له انا مبسوط قوي يا ابني من اللي في دماغك، اتكل على الله. انا مبسوط قوي يا ابني من اللي في دماغك، اتكل على الله. هو دلوقتي اسمه ابونا سمعان السرياني في دير السريان، راهب من الرهبان الكبار، ربنا يحافظ عليه. وصدق ولا بد ان تصدق. البابا كيرلس كان اسطورة، حدوتة في لبسه، في اكله، في شربه، في سهره. يعني هل تتخيل ان البابا كيرلس كان المنديل اللي بينشف بيه عرقه هو المنديل المحلاوي الكبير قوي ده المطبق اللي فيه خطوط صفرة وسودة؟ يقول لك حلو يا ابني، حلو ده كبير حتى يا ابني، الواحد يقدر ينشف فيه وشك. المنديل الصغير يا ابني ما ينفعش. هو اتضاع. هل تصدق ان البابا كيرلس كان يلبس الشراب القطن بتاع الجيش الرمادي ده؟ يقول حلو يا ابني، حلو ده حتى ده بيدافع احسن من الشرابات اللي طلعت الايام دي يا ابني. هو الراجل عاش في اتضاع ورقد في نسك واتضاع وصدق ولا بد ان تصدق. لكن النهارده انا عايز اتكلم معاكم على حاجه في صدق ولا بد ان تصدق، عن اكل البابا. اكل البابا كان بيروح له اكل في عمود اغلب الوقت. عارفين العمود الالمونيا ده؟ فكان البابا ياكل بحساسية شديدة جدا. يعني مثلا لو فردة من فرد العمود فيها شوية فاصوليا ما يخلصش عليهم، يخاف لا يقولوا عليه البطرك اكيل. كان حساس جدا. لو في ورك فرخة ما ينسروش، ما يمدش ايده وينسره، لدرجة مع الوقت لما الاخوة اللي بيشتغلوا معاه عرفوا عنه الحكاية دي كان ينسروا له حتة الفرخة ويزقها له وسط الرز عشان لما ياكل بالمعلقة ياخد معاها نساير فراخ. كان البابا كيرلس يتعامل بحساسية خاصة مع تلميذه، وكان يقول يا سلام يا ابني حتة الجبنة القديمة يا ابني بتفتح النفس. يعني تفتح النفس بالنسبة له دي حاجة يعني امل هياكل فيها كتير، جبنة قديمة. في مرة كان في دير مريمينا مريوط، معرفش انا كنت حكيت لكم الحكاية دي من فترة، وكان في الخماسين، وانتوا عارفين الخماسين وقت الملوخية الخضراء يا سيدنا نفسك في ايه؟ فقال قولته المشهورة، قال اي حاجة. طب يا سيدنا نفسنا تقول لنا نفسك في ايه اكلا نطبخها اي حاجة يا سيدنا، معلش عشان خاطر مريمينا حبيبك قول لنا نفسك في ايه ما اكلتوش نفسك نعمله لك. فقال قولته المشهورة، قال له اي حاجة يا ابني تملى صفيحة الزبالة. اي حاجة يا ابني تملى صفيحة الزبالة. ولما ضغطوا عليه عشان خاطر مرمينا وعشان خاطر المسيح واعمل معروف، قال له يا ابني انا من ايام الطاحونة ما اكلتش ملوخية ناشفة. طب يا سيدنا ما احنا في وقت الملوخية الخضرة ده، احنا في الخماسين ده يا ابني ملوخية ناشفة. جابوا له ملوخية ناشفة. يا سلام. واكل البابا كيرلس، وبعد ما اكل الحمد لله يا ابني ربنا يعوضكم كل خير يا ابني، كان نفسي فيها يا ابني. يا سيدنا ده احنا عنينا ليك، ده انت تأمرنا يا سيدنا.
قال له شوف يا ابني الوجاهه اللي احنا فيها والناس اللي داخله وطالعه دي ما تساويش ليله من ليالي الطاحونه في الجبل. ايام الطاحونه في الجبل يا ابني كان ربنا باصص لنا، وكان ربنا اللي بيطبخ لنا. انتوا فاكرين لما كان عنده ناس وعنده عيل وطبطب على الولد كده وقال له يا حبيبي اقعد، الواد كده وقف قدامه وقال له انا عايز فول اخضر. طب اللي في الجبل ده يجيبوا له فول اخضر منين؟ ابوه وامه قال له ولد اقعد، فول اخضر احنا في الجبل اقعد. فطبطب عليه كده ابونا مينا قال له اقعد يا ابني، ربنا هيبعت لنا دلوقتي ايه فول اخضر. مفيش 5 دقايق وسمعوا راجل بحمار بينادي في الجبل فول حراتي فول اخضر. اصلي هو الراجل ده ضاقت عليه الدنيا يعني لما طلع الجبل عشان يبيع عند الراهب؟ يا جماعه المساله مش مساله، المساله مساله الغراب يجيب اكل. الغراب يجيب اكل، مين يصدق؟ الغراب يجيب اكل، الغراب اللي بيخطف الاكل يجيب اكل. ولازم تصدق ولا بد ان ايه لما كنت يوم الاربع في الزهراء في مصر القديمه، ابونا عازر فكرنا بحاجه. كان البابا كرولس في ايامه الاخيره جات له جلطه في رجله، ولما جات له جلطه في رجله حدث امر غريب. الدكتور قال لهم يعني حاولوا تاكلوه حاجه تعمل سيوله في الدم. قالوا يعني زي ايه يا دكتور؟ تفاحه مثلا، تفاح امريكاني. كان وقتها دير مرمينا ده لسه بقى يعني صحراء جرداء، لا فيها ميه ولا فيها اكل، وحاجه كانت عذاب. فنزل عم وديع الفراش اسكندريه اوام وجاب 2 كيلو تفاح. كان وقتها كيلو التفاح ب 150 قرش، وجاب 2 كيلو تفاح ونزل على دير مرمينا. وفي دير مرمينا حدث امر غريب جدا. بابا كرولوس قال له كنت فين يا ابني؟ قال له كنت في مشوار يا سيدنا. كنت فين يا ابني؟ هو ده يستخبى عليه حاجه؟ ده خبى عليا حد الا كيرلس الكبير الطويل ده، ما استخباش عليه حاجه. كنت فين يا ابني؟ قال ابني كنت في اسكندريه. ويا ابني الكيس اللي انت سبته بره ده يا ابني؟ كيس؟ يا سيدنا ده كيس. قال ما انا عارف يا ابني كيس. جبت ايه؟ هو عارف لكن عاوزه ايه؟ هل اكلت من الشجر يا ادم؟ ما هو عارف انه اكل من الشجر. قال يا سيدنا ده كيس فيه تفاح. لمين يا ابني؟ قالوا لسيدنا. ليه انا يا ابني؟ يبقى اولاد الرهبان يا ابني مش لاقيين الميه، بنجيب الميه بالجركن وكل واحد ياخد شويه، وانا اكل تفاح امريكاني؟ يبقى اولاد الرهبان مش طايلين الميه وانا يا وديع اكل تفاح؟ روح يا ابني، انا مش هحطه بقي، روح رجعه تاني اسكندريه. يا سيدنا قال له هي كلمه واحده. فما كان من عم وديع الا خد الكيس ورجع اسكندريه تاني عشان يرجع الايه؟ التفاح. لان البابا مش عاوز ياكل تفاح، واولاد الرهبان مش طايلين الايه؟ مش طاولين الميه. وصدق ولا بد ان ايه؟ هم ليه؟ ده يعني واحد غيره معلش، ما انا عيان مش كده ولا ايه؟ ده الدكتور اللي وصفهولي مش كده ولا ايه؟ لكن عايز اقول لك المسألة مسألة تعفف. واحنا في الصيام وفي ذكرى البابا كيرلس، اذكر مرة في حكاية الاكل والحاجات اللي تخش بق البابا كيرلس كده، مرة من المرات واحدة ست بجلبية كده وطرحة وشال كده وداخلة بتقول له يا سيدنا انا جايبه لك حاجة بس ما تكسفنيش. قال لا يا ست ما نكسفكيش. جايبه ايه؟ الست راح ضربه ايدها في جيبها وطلعت لا مؤاخذه بالطين. فراح مسكهم في ايده كده قال لها بالطين. الناس اللي واقفين ايه ده؟ حد يجيب للبابا بالطين؟ بالطين؟ حد يقدم للبابا بالطين؟ قال لها طب يا ست دول مسلوقين ولا نيين لحسن يغرقوا جيبك؟ يا سيدنا مسلوقين ما تخافش.
قال طب يا بنتي عشا الغلابة عليك يا رب. وراح حط البطين ايه في جيبه، وطلع البابا فوق راح مطلع البطين. قال له يا رفاعين يا ابني؟ قال له نعم. قال له ربنا يا ابني بعت لنا بطين، انا اخد بيضة وانت ايه خد بيضة، ربنا بعت لنا عشان يا ابني. اظن يعني مين يصدق ان تصرفات بابا الكنيسة؟ لكن صدقوني هو ده البابا كيرلس. وصدق واحد حبيبنا من الزقازيق كان راح يزور مدينة اسكندرية، واول مرة ينزل اسكندرية راح المحطة عشان يركب القطر، لقى القطر ميعاده 12:10 والساعة في ايده هو 11:05، يعني عنده ساعة وربع تقريبا. فقال خلال الساعة وربع دي اروح اخد بركة البابا كيرلس واجي. كان البابا كيرلس في اسكندرية. فمعاه واحد صاحبه قال له طلع يلا يا فلان، يعني حطوا ايديهم في ضم بعض وبدوا يمشوا يدوروا على بطرخانة النصارى في اسكندرية، ما عرفوش يوصلوا. واحد قال له يعني يا شيخ والبابا كيرلس يعني خلاص رجلنا وجعتنا والساعة دلوقتي بقت 12 الا 10 ولا بتاع، يلا نرجع. قال له ما احنا عمالين نسأل مش لاقي حد يدلنا. لقوا عربية سودة السواق اللي فيها بيقول له اركب يا استاذ انت عاوز ايه؟ قال له عاوزين نوصل البطرخانة، عايزين نوصل ناخد بركة البابا كيرلس يا عم، تعرف السكة؟ قال له طب اركب وانا هوديك. ركبوا عربية فخمة قوي محترمة، دخلت بيهم البطرخانة. ومش بس دخلت وعلى المقر ورجل السواق قال له انتوا عارفين دي بركة عربية مين انتوا راكبينها دي؟ دي عربية البابا كيرلس نفسه. يلا يا استاذ اطلع خد بركة. قالوا معقولة نركب عربية سيدنا؟ قالوا مش انتوا طمعانين تاخدوا البركة؟ يلا طلعوا خدوا البركة ونزلوا بيقولوا للسواق نوصل منين؟ قال له امسكوا الشارع ده خلال 7 دقايق هتكونوا في المحطة في الوش على طول، ما تحودوش ليمين ولا شمال. وصدق ولا بد ان تصدق. واحد من كفر الشيخ واحد ضحك عليه في مبلغ محترم، والراجل اللي ضحك عليه وخد منه المبلغ ده راح له كده يعني قال له يا فلان المبلغ؟ قال له مالكش عندي حاجة واحليها كده لحسن اجيب خبرك البعيد. والراجل بقى راجل مفتري وعملهم على صاحبنا بتاعنا، صاحبنا اتملى بالغل. قال يعني يضحك علي؟ ده انا اجيب مسدس وراح اضربه بالنار، ده واخد مني مبلغ كبير زي بعضه. الراجل ده كان مصور يعني. فالمهم يومين 3 البابا كيرلس وصل كفر الشيخ والراجل واخد الكاميرا بتاعته راح يصور البابا كيرلس. فبابا كيرلس مكشر كده والتكشيره بتاعته كده باينه قوي. فجه في ودن سيدنا قال له ايه؟ يا ريت تتبسم يا سيدنا. فالبابا كيرلس وطى دماغه قال له يا ريت يا اخويا تشيل اللي في قلبك انت من ناحيه الراجل اللي ضحك عليك. انت عاوزني انا اتبسم؟ انت يا اخويا. قال له سيدنا طب يعني اعمل ايه؟ قال له انا يا ابني زعلان عشانك يا ابني، انا مكشر عشان قلبك يا ابني. يا ابني اطلبوا الرب، ما اطلب يا ابني اطلب ربنا يا ابني. قال له خلاص يا سيدنا. بيقول الراجل روحت البيت انا مبسوط قوي من البركه وانا مذهول، لقيت الباب بيخبط. الراجل اللي واكل عليه فلوس قال له تعالى يا عم اديك فلوسك وان كنت عاوز عليها انا مستعد اديلك، بس ما تكونش في زعل بيني ما بينك. وصدق ولا بد ان تصدق. موقف القديسين وقعوا مع بعض ازاي؟ كان البابا كيرلس زعلان من واحد يخدم في مرمينا واخد على خاطره، يعني كان اسمه كمال حبيب. كمال حبيب ده بقى فيما بعد اسقف، بقى اسمه الانبا بيمن اسقف مدينة ملوي. فناس نقلوا كلام غلط عن استاذ كمال حبيب وقتها. فالناس المحبين قالوا الكمال لازم تروح تسلم على سيدنا وتاخد رضاه، يعني سيدنا يحب يشوف ولاده. فقال له خلاص، قال له تعالى معايا. اخذوا. فبيقول له البابا ايه ده؟ كمال حبيب يا سيدنا. فرد البابا قال له هو كمال يا ابني لكنه مش حبيب. هو كمال لكنه مش حبيب. قال له يا سيدنا. قال له طب يا ابني ان كان حبيب يجي بكره يقضي اليوم معاي.
حاضر يا سيدنا. فكمال حبيب تاني يوم بدري راح بابا كرولوس، خلص القداس وسلم نفسه، قال له اقعد يا ابني في السكرتارية مرة قضي اليوم معانا يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا. قعد كمال حبيب وبيستقبل الناس اللي داخلين عند سيدنا. احنا عندنا مشكلة عاوزين البابا. دخلوا عند البابا. ايه يا ابني الموضوع؟ قال له يا سيدي الموضوع كذا كذا. اكتبها في ورقة يا ابني. مسك البابا الورقة. يا كمال يا ابني. قال له نعم. قال له نزل دي على مسبح العذراء يا ابني اللي هيصلوا عليه قداس. حاضر يا سيدنا. شوجوا الموضوع تاني. يا سيدنا الواد في الجيش وشغلانه يا ابني الموضوع اكتبوه في ورقه يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قال له خد يا ابني ودي دي على مسبح الملاك مخيل يا ابني اللي هيصلوا عليه بعد شويه قداس. حاضر يا سيدنا. بقى كمال شغال طالع نازل. شويه وجم جماعه. يا سيدنا انا واخواتي في مشكله اكتبها في ورقه يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا ادي دي على مسبح مريمينا يا ابني. حاضر يا سيدنا. نزل في مسبح مريمينا. قالوا حط على مسبح مريمينا. شويه جت مشكله تانية. يا كمال يا ابني. قالوا حط دي على مسبح ماري مرقص يا ابني. نزل حط على مسبح ماري مرقص. واتغدى كمال حبيب والبابا كرولوس دخل وقفل على نفسه. واخر النهار الناس بتوع اول مشكله بتوع العذراء جايين. فين سيدنا؟ خير. المشكله اتحلت الحمد لله. يا كمال يا ابني. قالوا انزل يا ابني اعمل بهم تمجيد للست العذراء يا ابني سلام الرب عليها خلصت المشكله. الحمد لله. خدهم للمعلم. يا معلم نعم اعمل تمجيد للست العذراء. حاضر. عمل التمجيد. شويه جم الناس بتوع مشكله الملاك ميخائيل. الحمد لله الواد اللي كان غايب في الجيش رجع والحمد لله وجايين بس نشكر سيدنا. انزل يا ابني عند الملاك ميخائيل. ايه مشكلة ماري مرقص معصلجة شوية. الناس اللي حطوهم عند ماري مرقص ايه مبوش. فقال له يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا يظهر ان احنا غلطنا يا ابني. قال له ايه يا سيدنا؟ قال له بعتنا مريمينا قبل ماري مرقص وده ما يصحش يا ابني. وراح بص البابا كرولوس قال له حقك علينا يا عم معلش فوتها المره دي. فوتها المره دي والمره الجايه ناخد بالنا منك. ناس يا سيدنا بره. ايه الحكايه؟ الناس بتوع ماري مرقص ايه جم. امال ايه؟ كل واحد في دوره يا جماعه. كل واحد ايه في دوره. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. انا واحد من الفيوم يعني اسمه موجود عندي بيقول صحي لقى زوره بيحرقه شوية زوره اتحاش. راح عند الدكتور في الفيوم كتب له روشتة ما نفعتش. جه الدكتور اسكندر حبيب معروف طبعا اشهر دكتور امراض الزور والحنجرة في القاهرة استاذ في الجامعة. قالوا ناخد عينة من الحنجرة. اخد عينة فطلع عنده اورام سرطانية في الاحبال الصوتية. فطبعا مش قادر يتكلم مش عارف يتكلم. العملية صعبة خالص. فنعمل ايه ونسوي ايه؟ فقالوا يعني احسن تتعالج بره. وتعالج بره ويعني هتتشال الحنجرة ويركبوا لك البعيد جهاز تدوس على الزمارة وتضغط على الاحبال الصوتية يعني اشبه بالخرس شوية كده. فصعبت عليه نفسه والراجل نام ودمعته على خده وبدأ في عتاب مرير جدا. يقول يعني يا بابا كرولوس ده انت بتروح للغريب وللقريب وللي بره وللي جوه. انت يعني اعمل ايه؟ انا صعبان عليا منك. بص لقى البابا كرولوس جاله كده في الحلم ولا في رؤية. قال له ايه يا اخويا هم شوية التهاب وهيروح. افتح بقك افتح بقك بقول لك. البابا كرولوس طبعا انتوا اللي شاف البابا كرولوس منكم كان صباع البابا كرولوس كان عليه كف كان يضرب احيانا. كان يضرب بس ايه لما واحدة تكون مثلا لابسه لبس مش عارف ايه. واحد داخل على البابا بقميص كده كم من غير كم يعني يقول له يا ابني انت كنت بتغسل دب
فكان صباع البابا كيرلس زي صباع الموز المغربي كده يعني. ابو مينا بيقول انا دقته. ما باين يا ابو مينا، بركته معاك. فالبابا كيرلس بيقول راح مد صباعه في زور الراجل ده، فراح الراجل قعد يكح طبعا. واحد مد صباعه في زوره. الناس ايه يا بابا في ايه؟ الف سلامه. قال له شال ايده الحمد لله، شال ايده الحمد لله. قال انت بتتكلم يا بابا؟ شال ايده. اديني يا بنت شويه ميه. شال ايده. مين يا بابا؟ يا بنتي شال ايده، هات شويه ميه. يا بابا في ايه؟ بس ما شال ايده خلاص، ده حط صباعه. مين؟ قال لهم البابا كيرلس. الناس قعدوا يمجدوا ربنا. الراجل اللي ما كانش بيتكلم خالص وكان هيسافر بره عشان يعمل عملية ويشيل الحنجرة، شال ايده خلاص. رجع للدكتور اسكندر حبيب، اخذ عينة، قال له الحنجرة اللي عندك حنجرة صبي عمره 15 سنة. وصدق ولا بد ان تصدق. ومن الفيوم نطلع على اسكندريه، واحده اسكندرانيه بدات تخش في دوامه البرشامه اللي تحت اللسان. عارفين طبعا تحت اللسان دي بتاعت بتاعت القلب. انا عندهم القلب دايما اللي عنده القلب يبقى معاه البرشام، العلبه البيضه دي الطربوش بتاعها احمر، عشان الازمه تيجي تاخد البرشامه تحطها تحت اللسان، تستحلب البرشامه، تبتدي العمليه تهدى وتبقى زي الفل. لكن الست دي بتقول يعني انها قالوا لها القلب ومش القلب، راحت كشفت وقالوا لها ده في خراج في الرئه. فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط. فجالها البابا كيرلس بس اتاخر عليها شويه. بتقول له لسه فاكرني يا سيدنا؟ قالها ايه بقى؟ وطبعا ده اسلوب البابا كيرلس. ايه بقى؟ قالت له ايه يا سيدنا؟ قال انا راجل عجوز بقى، على ما بوصل بقى بمشي على قدي بقى، وانت جايباني من اخر الدنيا مش تنتظر عليا ولا هتجيبيني بالزرار؟ قلت له خلاص يا سيدنا بس انا بموت. قال لها دوب شويه التهاب، يلا وراح نافخ فيها. قومي بقى هاتي وش. نفخ وشها. ست قعدت وقامت وبطلت تستخدم كل الادويه، لان زارها البابا كيرلس زياره من اسكندريه على الصعيد. في اسنا في واحد يعني اخو راهب في دير السريان، في دير السريان راهب اسمه ابونا سمعان السرياني. اخوه ده اسمه عياد الشايب، اخو ابونا سمعان. عم عياد يعني جاله تعب لدرجة نقلوه بعد عنكم من الطيارة من الأقصر للقاهرة، ومن القاهرة على المستشفى السلام عدل. ايه الحكاية؟ قالوا انه عنده تقرحات في المعدة ومفيش فايدة وبياخد نفسه بالعافية. لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كيرلس قال له يا سيدنا، حط الصورة جنبه كده، يا سيدنا انا ابنك وخدمت معاك شماس وخدت بركتك، معقولة تسيبني اموت الموتة الغريبة دي؟ انا طمعان انك تجيني. بيقول انه جسمه تقل في النوم بعد العتاب ده، ولما جسمه تقل حس بالممرضة فتحت الباب. الممرضة فتحت الباب شافت منظر غريب جدا. هو عم عياد اتهيأ له ان البابا كيرلس واقف جنبه ماسك الشورية وعمال يهز في الشورية، وطبعا كل ما يهز الشورية يطلع بخور. الممرضة فتحت وقالت الحقوني الحقوني. في ايه؟ قالت لهم العيان بيتحرق. العيان بيتحرق. يعني ايه بيتحرق؟ الدخانة مالية الأوضة. هي مش طبعا ما شمتش، اصل مش اي عقل واي قلب يميز ريحة ريحة البخور. ايه الحكاية؟ الحقوني وتعالوا شوفوا العيان بيتحرق. الناس دخلوا لقوا بخور. يا عم قال لهم نعم. ايه حكاية الدخانة؟ قال لهم دي مش دخانة، ده بخور. هو راح فين؟ هو راح فين؟ هو مشي؟ مين هو اللي مشي؟ انت اتجننت؟ لا، ما هو كان هنا، كان ماسك الشوري. كان ماسك ايه؟
قال له الشوريه ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها؟ صحيح ده ريحه بخور. مين هنا؟ قال لهم الراجل اللي في الصوره دي اسمه البابا كيرلس، وسعوا لي كده يمكن يكون في الصاله. قام يجري يدور عليه من هنا لهنا، يدور على البابا كيرلس، ما عمل اللي عليه وايه ومشي وصدق. ولا بد ان تصدق. دكتور في ناميبيا دي بلد في افريقيا كده، جنوب شرق ناميبيا، بلد كلها ناس سود دول. بيقول انه كان معاه في جيبه صورة للبابا كيرلس، واحد من المحبين هناك جات له بعد عنكم ملاريا، وطبعا درجة الحرارة ترتفع، بيبقى فيه خطورة على صحة المريض. بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب، ودكاترة انجليز من انجلترا ومصريين وعراقيين واوغنديين وكينيين، وعمالين نعالج فيه ومفيش فايدة. قال 4 ايام درجة حرارة مرتفعة، وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا دي مسكت فيه هتخلص عليه. قال وانا واقف، قال فبقول للزملاء الاطباء انا معايا بقى محاولة اخيرة. قالوا له ايه؟ راح فاتح المحفظة وراح مطلع صورة البابا كيرلس وراح حطها له على جسمه. هو حط له الصورة على جسمه، بيقول ففيش 3-4 دقايق والحرارة نزلت وتحسن. قالوا لا احنا عايزين نعرف بقى دي صورة ولا تعويذة. قال لهم لا ده راجل بركة. فالجماعة الدكاترة اتقبوا صاحبنا الدكتور عماد ده، كل ما حد يجي له ملاريا شديدة يقولوا ابعتوا للدكتور عماد يبعت لنا الصورة بتاع الراجل بتاعه. فاضطر يبعت لمصر يقول له معروف مدوني بالاجزخانة شوية صور للبابا كيرلس، لانه مش عاوز صورة هتقعد تلف على كل المستشفيات وعلى كل العيانين. والبابا كيرلس بدأ يشتغل في ناميبيا، وبقت الوصفة السائدة لمرضى الماليريا صورة البابا كيرلس. وصدق ولا بد ان تصدق. واحد يعني لا داعي لذكر اسمه، جاله بعد عنكم تعب في ظهره، وتعب الظهر ده وحش جدا، بيعذب الانسان تماما في النومة وفي القعدة وفي الوقفة. بيقول 35 سنة شارب المرار من العمود الفقري. هو على فكرة اسمه العمود الفقري مش الفقري، لكن هتعودنا نقول عليه هو العمود الفقري لانه فقرات. فالعمود بتاعه ده زقيه العاكر لغاية ما جه في ليلة بيقرأ في كتاب للبابا كيرلس، فبيتعدل ظهره وجعه. قال وي يا بابا كيرلس، يعني انا مش ناوي تعمل معايا شغلانة بقى في ظهري ده، بدل ما اعمل عملية، لا انا حمل العملية وخايف من العملية وهتعذب وهشوف المرار، فيا ريتك تعمل معايا شغلانة. بيقول فنمت وانا نعست من هنا ولقيت البابا كيرلس جاي ومعاه واحد من المطارنا في حلم. فالبابا كيرلس قال له مالك يا عم؟ جبنا لك ابونا المطران اهو يصلي لك. بيقول في الحلم سيدنا المطران اللي مع البابا قال له اتفضل يا سيدنا. قال له يا اخويا صلي انت. قال له طب يا ابني هات ايدك. فبيقول مديت ايدي، فشد ايدي حسيت ان ظهري كله طقطق، لدرجة من كتر الطقطقة والألم صحيت من النوم لقيت نفسي قاعد على السرير. ودي عملية صعبة جدا ان اقعد على السرير، يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي عملية بتعذبه جدا. قال الله، بس انا قاعد وحس، يبقى لا ده البابا كيرلس يبقى فعلا عمل معايا عمل معايا شغلانة. طب اقف كده، نزل رجليه من على السرير ووقف، لا مفيش مشاكل.
طيب اميل لا مؤاخذه اعدل الشبشب، ميل لغايه الارض يعدل الشبشب مفيش مشاكل. قال لا دي العمليه بقى يعني، لا انا هعمل تدريب احسن. راح طالع الصاله شال كرسي من كراسي السفره رفعه لفوق ونزله لتحت. طب احط كرسيين جنب بعض، حط كرسيين ويشيل ويخاف، لا بدا يعمل رياضه شمال ويمين وهب وفوق وتحت، لقى ظهره مفيش ايه. لا ده البابا كيرلس عملها ولا ما عملهاش؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عجيب هو الله في ايه؟ في قدسه. الراجل بتاع العمود الفقري ده بيقول حاجة تانية جميلة. بيقول مرة مروح بعد ما ربنا بقى يعني انعم عليه بالشفاء وبدأ يروح الشغل ماشي، يركب اتوبيس ليل، اتوبيسات زحمة، يوفر الربع جنيه بتاع التذكرة، فبدأ يروح الشغل ماشي. ربنا رزقه بعيل راكب عجلة، راح لاطش فيه، النضارة بتاعته وقعت من على وشه اتشرخت. فاللي حصل النضارة اتشرخت، فالناس قالوا له معلش بسيطة ان العدسة بتاع النضارة كويس، انت سليم فيك حاجة؟ قال لا الحمد لله، يعني مش جت في العدسة بتاع النضارة. بيقول الراجل ده وانا مش هذكر اسمه، بيقول انا اتعكننت ليه؟ دخول مدارس وعايل هم المصاريف بتاعت العيال والكشاكيل والاقلام والجلاد والغلب بتاع دخول المدارس، وناقصه كمان انه يعمل للنضاره ايه؟ عدسه. اروح امسك النضاره البسها عشان اقرا حاجه، انها مش ممكن. قال ويا بابا كيرلس ده انا بقرا في كتابك كل ليله عشان تصدق ولا بد ان تصدق. اقول لك مش داعي لا داعي. بيقول طب هعمل يعني هقعد من الشغل؟ لازم اروح الشغل. الراجل نزل وبدا يتحسس والنضاره برضه في جيبه، فراح شغله، فقدموا له ورق فنسي ان النضاره مكسوره، راح مطلع النضاره من جيبه كده اوتوماتيك يعني او تصرف عفوي، وراح لبس النضاره وقرا الورقه وعمل المطلوب وخير له. بس النضاره مكسوره، انا شفت الورق ازاي ده، انا عرفت اقرا بالليل. يمسح النضاره يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال، ما يلاقيش اي كسر واي شرخ في العدسه. مين اللي عملها معاه؟ كده صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. وعجيب هو الله في قدسيه. البابا كيرلس راح له واحد، معلش استعرض معاكم ذكريات لورا كده شوي. راح له واحد بيقول له ايه؟ بيقول له يا سيدنا وقعت وحطوا لي جبس في رجلي فصلي لي يا سيدنا. راح سيدنا مد الصليب في صدر الراجل، قال له سلامة قلبك يا ابني سلامة قلبك. قال له يا سيدنا دي رجلي متجبصة. قال له خلاص يا ابني الف سلامة لقلبك، ان شاء الله تخف يا ابني ويبقى قلبك كويس. قال له يا سيدنا رجلي بقول رجلي مش قلبي. قال له خلاص يا ابني الف مبروك تعيش يا اخويا، رجلك قلبك الف سلامة. الراجل مشي وخد بعضه ومروح، وهو طالع بيتهم ساكن في الدور الثالث عمال يسحب برجله المتجبسه دي. قبل ما يوصل عرق كده ووقع على السلم. مالك؟ الف سلامه. قال له مش قادر اخد نفسي. شالوه ودوه للدكتور، قال لهم ده ما يتحركش من السرير لحسن ده عنده ذبحه. قال له هو البابا كيرلس كان بيصلي له عشان قلبه ولا عشان رجله؟ يقول له يا سيدنا رجلي، يقول له ايه سلامة ايه؟ سلامة قلبك. البابا كيرلس جابها منين دي؟ انا ما اعرفش. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عمل الله اللي على يد البابا كيرلس كان يبقى واضح ومختوم بختوم الروح القدس. حاجة تانية بيقولوا البابا كيرلس كان في مرة بيسلم على الناس، وناس داخلة كده صف للرجالة وصف للستات. فكان في واحد متجوز
وقال لمراته شوف يا بنت الناس احنا مش عايزين عيال دلوقتي، احنا مش عايزين ايه عيال دلوقتي. طيب يعني ايه يا ابن الناس؟ قال لها شوفي بعد 3-4 سنين كده نكون نفسينا نبقى نخلف عيال. هي بتحب العيال، حاشت ما رضتش تحوش نفسها او تستخدم حاجه، المهم حملت. فلما حملت جو بتقول له يا فين هقول لك على خبر مش عارفه هيزعلك ولا يفرحك. قال له قلت له ده انا حامل. قال لها حامل؟ تروحي تنزليه، ما تبقيش مراتي تروحي تنزلي يا ابن الناس ابدا. المهم راحت ايه نزلت اللي ببطنها، شهر 2-3 حملت تاني، برضو دماغه زي ما هو. قال لها لازم ايه تنزليه. حكم القواعد ضعيف، هتعمل ايه؟ سمعت كلامه. جه بعد كده هو رايح، مراته قالت له تعالى نروح ناخد بركه البابا كيرلس. راح وقف في الصف بتاع الرجاله وهي واقفه في صف الستات. من حظه بقى ان الراجل اللي واقف قدامه معاه عيل صغير في ايده. البابا كيرلس بقى بعينه وحسه قال انت يا اخينا اللي معاك الواد. الناس بتبص كده مين اللي معاه الواد؟ انت اللي معاك الواد، البابا بيندى عليك. قال له نعم يا سيدنا. قال له خد بالك من اللي وراك ده لحسن ده سفاح العيال الصغيرين. الراجل قال له انا يا سيدنا؟ قال له ايوه انت يا عم يا اللي معاك الواد. نعم يا سيدنا. امسك ايدك كويس، خد بالك من السفاح اللي وراك ده. الراجل قرب على سيدنا قال له انا يا سيدنا سفاح؟ قال له ايوه يا ابني، مش خليت مراتك سقطت مرتين تبقى سفاح؟